هو ليه أوقات كتير بنكون في علاقات شكلها من بره حب واهتمام وخوف علينا، بس من جواها بنحس إن في حاجة غلط، في وجع مش مفهوم، في ضغط مش واضح، في سيطرة بنسميها اهتمام. والغريب إن الناس دي ممكن تكون أقرب الناس لينا، أم، أب، أخت، زوج، صديقة، بس طول الوقت بيخلونا نحس إن إحنا الغلطانين. في الفيديو ده هنعرف إزاي تكتشف إن في شخص بيستغلك عاطفيا وبيستخدم مشاعرك ضدك من غير ما يرفع صوته ولا حتى يزعق. أول جزئية هنتكلم عنها في فيديو النهاردة، يعني إيه استغلال عاطفي؟ الاستغلال العاطفي هو لما الشخص بيستخدم مشاعرك الطيبة ونقائك وخوفك على العلاقة علشان يتحكم فيكي. مش شرط يزعق أو يضرب، لأ، ممكن يكون هادي ومبتسم وبيقول كلام حلو كمان، لكن في النهاية بيخليكي تعملي اللي هو عايزه حتى لو على حساب نفسك. هقولك مثال، زي مثلا ان الشخص ده يبقى على طول تعبان وانتي مجبرة تتحملي كل تصرفاته من غير ما تزعلي، وزي كمان انه يقولك دايما انا ربيتك، انا ليا حق عليكي، مش من حقك ان انت تزعلي مني ابدا. وممكن كمان يقولك انا عملتلك كل حاجة ودي اخرتي ان انت مش بتقدريني. الجمل دي مش حب، دي محاولة للسيطرة، ولما تتكرر بتخليكي تسكتي وتكبتي مشاعرك وتخافي تقولي لأ. الجزئية التانية اللي هنتكلم عنها، مين هما الناس اللي بيستغلونا عاطفيا؟ المشكلة ان الشخص اللي بيستغلك مش لازم يكون عدو او شرير، احيانا بيكون شخص بيعاني من فراغ داخلي وبيحاول يملك كل اللي حواليه، او ممكن يكون شخص اتعود ان كل الناس تدور حواليه، او ممكن يكون شخص عنده مشاكل في تقدير الذات فبيحاول يحس بقيمته من خلال تحكمه في الاخرين. والأمثلة دي زيها كتير، زي مثلا الأم اللي دايما بتقول لبنتها أنا ضحيت بكل حاجة علشانك ومعرفتش أعيش حياتي عشان أربيكي، فتخلي البنت دايما تحس بالذنب وتعيش عمرها ترضي والدتها حتى لو على حساب نفسها، وطول الوقت حاسة إنها مقصرة. رقم 2، الأب اللي بيرفض أي قرار لبنته عشان السمعة والناس هتقول إيه، لكن الحقيقة إنه مش بيسمعها ولا بيشوف اللي جواها إيه. رقم 3، الزوج اللي يخلي مراته تحس إنها قليلة من غيره، وإنه من كتر حبه ليها بيغير عليها ومش عايز أي حد يتعامل معاها نهائي، لكنه في الحقيقة بيخنقها وبيبعدها عن الناس واحدة واحدة. رقم 4، الصديقة اللي بتزعل لو خرجتي مع واحدة تانية غيرها أو ميزتيها في بعض الأشياء، تفضل تقولك انتي ما بقيتيش تحبيني زي الأول، أنا ما بقيتش أفرق معاكي، عشان تفضلي جنبها هي طول الوقت وبس. طيب ازاي تتعاملي مع الاستغلال العاطفي من شخص مقرب؟ اولا اعترفي بمشاعرك من غير ما تكرهي حد. ممكن تكوني بتحبي والدتك جدا او والدك او اختك، بس جواكي في حاجة وجعاكي مش قادرة تعبري عنها. المشاعر دي مش غلط ومش معناها انك قليلة الاصل، دي معناها انك انسانة ليك احتياجاتك ومساحتك وحساسيتك. والوعي بيبدأ لما تقولي لنفسك بهدوء انا بحبهم جدا، بس ساعات بحس ان في حاجات بتضغط عليا وعايزة افهم نفسي اكتر. تاني حاجة، افصلي بين نيتهم الطيبة وسلوكهم اللي ممكن يوجعك. في ناس كتير بيحبونا من قلبهم بس مش دايما بيعرفوا يحبوا بالطريقة اللي احنا محتاجينها. ممكن تكون والدتك تبقى طول عمرها شايلة مسؤولية الكل، ولما تتكلمي معاها تحس انها مكسورة من جواها. وممكن والدك يعبر عن حبه بالسيطرة لانه اتربى على كده. ده مش تبرير، لكن تفسير يخليك تشوف الصورة من غير قسوة. قولي لنفسك انا شايفة تعبهم وحاسة بيه، بس كمان من حقي يكون ليا صوت ورأي ومساحة. تالت حاجة، حط حدود فيها احترام مش رفض. لما حد يضغطك عاطفيا حتى لو بحب مش لازم تصديه، لكن ممكن ترجعي خطوة بلطف. مثلا لو والدتك قالتلك أنا ربيتكم وضحيت علشانكم ومحدش بيقدر، قوليلها محدش يقدر ينكر تعبك، ولو عليا لو أقدر أردلك جزء منه هعمله بكل حب، بس في حاجات بتتعبني وبتخنقني وبتزعلني ونفسي نتكلم فيها شوية مع بعض بهدوء. لو اختك مثلا قالتلك انا دايما معاكي وبسندك ودي اخرتك انك مش بتقدريني، قوليلها انتي اغلى حاجة عندي، بس وجودك مش معناه اني لازم اوافق على كل حاجة بتقوليها. ياريت لو نسمع بعض اكتر بدل ما نوجع بعض بالكلام. رابع حاجة، خدي مسافة داخلية مش بعد جسدي. يعني ايه؟ يعني ما تعلقيش راحتك النفسية كلها برضا اللي حواليكي طول الوقت، لكن كمان ما تبعديش بقسوة. حاولي توازني بين انك تريحي نفسك او تفضلي قريبة من غير ما تضيعي. قولي لنفسك انا مش محتاجة اختفي علشان ارتاح، انا محتاجة اتعلم اعبر عن نفسي من غير خوف. خامس حاجة، استعيني بحد ناضج حواليكي. مش دايما نقدر نغير اللي حوالينا، لكن نقدر نختار نلجأ لمين لما نتعب. صاحبة بتفهم، مرشدة أو معالجة نفسية، حتى فيديوهات وكتب بتخاطب روحك بلين. كل ده هيساعدك تشوف إنك مش لوحدك وإنه في حلول مش لازم تكون بالمواجهة. رقم 6،
اكتبي رسالة حب لنفسك وللي بتحبيهم. أنا عارفة إنهم تعبوا علشاني، بس كمان من حقي أعيش مرتاحة من غير ضغط. أنا مش نكرة للجميل، بس أنا بحاول أفهم نفسي علشان أقدر أحبهم صح، من غير ما أتأذي أو أخسر روحي وأنا بحاول أرضي الكل على حساب نفسي. ودلوقتي تعالي أقولك إيه العلامات اللي بتظهر في العلاقة لو أنت بتتعاملي مع شخص بيستغلك عاطفيا. بس قبل ما أقولك الكلام ده، لازم لو أول مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول. وكمان ياريت تشاركي الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان يوصل لكل البنات والستات اللي ممكن يكونوا محتاجين يسمعوه دلوقتي. ونرجع للجزئية المهمة اللي هنتكلم فيها، هي علامات بتظهر في العلاقة بينك وبين الشخص اللي بيستغلك عاطفيا. لازم تخلي بالك من العلامات دي. بيخليكي تحسي بالذنب طول الوقت، مهما عملتي بتحسي انك مقصرة، ولو اتكلمتي عن احتياجاتك يقولك انت أنانية. رقم 2، بياخد قراراتك بدالك، يقرر انت هتروحي فين، تعملي ايه، تدرسي ايه، تحبي مين، ولو اعترضتي يقولك انا بعمل كده عشان بخاف عليكي، انت ازاي ما بتقدريش اللي انا بعمله علشانك. رقم 3، بيقلل من مشاعرك، تزعلي يقولك مفيش حاجة تستاهل الزعل ده كله، تبكي يقولك انت بتمثلي، تيجي تتكلمي يقولك ما تكبريش الموضوع. رقم 4، بيبتزك عاطفيا بكلام ناعم وحلو، يقولك أنا أكتر حد بيحبك في الدنيا، لو بعدتي عني هتندمي، عمرك ما هتلاقي زي تاني، وكلمات من النوع ده كتير، يفضل ينسج بيها حوالين منك خيوط تكتفك وتخليكي مش عارفة تعيشي من غيره ولا تاخدي أي قرار. والسؤال هنا، ليه بنسكت على كل ده؟ لأننا بنتربى على إننا ما نزعلش من الناس اللي أكبر مننا، وإن اللي بيحبنا لازم نسمع كلامه، وإن الست لازم تضحي على طول، وبنتعود نخاف من كلمة أنانية حتى لو إحنا اللي موجوعين. لكن الحقيقة إن اللي بيحبك بجد عمره ما هيطلب منك إنك تمحي نفسك علشانه، ولا يربط حبك ليه بطاعته العمياء. الجزئية الخامسة، إزاي تحمي نفسك من الاستغلال العاطفي. اعرفي حقوقك، انت ليكي حق في رأيك ووقتك وحياتك، مش لازم توافقي على كل حاجة علشان تثبتي انك بتحبي الشخص اللي قدامك. نمرة 2، اسألي نفسك، هو بيساعدني أكون أفضل ولا بيخليني دايما في حالة خوف وتوتر؟ رقم 3، اتعلمي تقولي لأ. لأ مش معناها قلة احترام، لأ معناها ان ليكي حدود. 4، اكتبي مشاعرك، كل مرة تحسي انك مخنوقة اكتبي انت مخنوقة ليه، بعد كام اسبوع هتشوف النمط واضح قدامك. رقم 5، اطلبي المساعدة، كلامك مع حد بيفهم، سواء كان صديقة، مرشدة نفسية أو حد محايد، بيساعدك تشوفي الصورة بوضوح. في النهاية لازم تعرفي مش كل اللي بيحبك بيعرف يحب صح، وفي ناس بتحب تسيطر مش بتحب بجد. المفروض الحب يكون أمان مش قيد، راحة مش ضغط. ولو لقيتي نفسك بتبعدي عن نفسك عشان ترضي حد، فكري تاني، لأن اللي يستهلك هيشوف قيمتك ويكبرك مش يصغرك. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. اشتركي في القناة لو حسيتي ان الكلام ده لمسك، واكتبي لي في التعليق هل في حد في حياتك حسيت انه بيستخدم مشاعرك ضدك وتعاملتي معاه ازاي. ولو بتحبي تساعدي غيرك، شاركي الفيديو مع اي حد يمكن يكون محتاج يسمعه. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.